بصوا بقى، في نجمات جمالهم مش عادي وحضورهم مش عادي، بيخطف القلوب، وموهبتهم كانت كفيلة تخليهم على عرش النجومية لسنين طويلة. هدى رمزي، البنت الرقيقة الهادية اللي جمهورها حبها من أول ظهور ليها، لكن فجأة وفي عز شهرتها قررت تختفي. ليه خدت القرار ده؟ وايه اسرار حياتها اللي محدش يعرفها؟ في الفيديو ده النهارده وفي جيجي ستايل هنتكلم عن قصة صعود هدى رمزي واجمل افلامها والفنانة المشهورة اللي كانت ضرتها. تابعوا الفيديو لاخره وما تنسوش تشتركوا في القناة. اتولدت هدى حسن اسماعيل رمزي في 10 نوفمبر 1958 في مصر. والدها هو المخرج حسن رمزي، واخوها هو المنتج السينمائي محمد رمزي. يعني من بيت كله كان بيشتغل في الفن، ومن صغرها وكان نفسها تشتغل مذيعة، وفعلا درست في كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون، لكن القدر كان ليه رأي تاني. وأول دور جالها وهي صغيرة جدا، كان عندها 17 سنة في فيلم الرداء الأبيض اللي اعتذرت عنه الفنانة بوسي، ولما اعتذرت رشحتها نجلاء فتحي. ومن هنا بدأت رحلة النجومية والسينما والتلفزيون. وهدى ما كانتش ممثلة عادية، لا ده كانت رمز للجمال الطبيعي والرقي والشياكة والأناقة، وعملت أدوار مهمة جدا، منهم بئر الخيانة مع الراحل نور الشريف، وكان دور مهم جدا. وكمان عملت دور مهم في فيلم حنف الأبهة مع الزعيم عادل إمام، ونجحت فيه جدا، وكان في إطار الكوميدي الزوجة اللي متجوزة ظابط على قده. وعملت كمان مسلسل جميل جدا هو علي الزيبق مع فاروق الفيشاوي، والمسلسل ده نجح وكان مكسر الدنيا. اما بقى المسلسل الجميل اللي شاركت فيه هو الزوجة اول من يعلم، وكانت مسلسل بيضم ابطال كتير ونجوم كوميديا زي ابو بكر عزت وشهيرة وسناء يونس وجميل راتب، والمسلسل ده كان ناجح جدا جدا وكانت هي متألقة فيه. اما عن حياة فنانتنا الشخصية، فهدى رمزي اتجوزت 6 مرات. نتكلم عن أول جوازة ليها في حياتها، وكانت من ممثل اسمه خالد، ودي كانت لسه في بداية حياتها، وزواجهم ما استمرش كتير بسبب المشاكل والغيرة. واتجوزت هدى رمزي للمرة التانية من رجل الأعمال طه غانم، واللي أنجبت منه ابن الوحيد محمد، لكنها برضو اتطلقت منه بسبب مشاكل كتيرة وغيرة. واتجوزت للمرة الثالثة من المحامي سمير عيسى سنة 1986، لكنها انفصلت عنه بعد فترة قليلة. أما الجوازة الرابعة بقى فاتجوزت من رجل الأعمال الهارب مصطفى البليدي، اللي قدم لها شبكة غالية قوي ومهر غالي كمان. خدوا بالكم بقى من الشبكة الألماس دي هيعمل ايه فيها بعد كده. وشبكتها كانت حديث وسائل الإعلام كلها، والمجلات والجرايد كانوا بيحكوا عنها. علشان كده بعد كده لما فكر يتجوز الفنانة المشهورة، وهي مين بقى؟ ميرفت أمين. أيوة، هي كانت ضرة ميرفت أمين. بس على فكرة هدى رمزي هي كانت الزوجة الأولى له، وعلشان قرر يتجوز ميرفت أمين عمل ايه؟ عمل نفسه ان هو مزنوق في فلوس، وقال انا هضطر هاخد الشبكة علشان ابيعها واسد الديون اللي عليا. قالت له طبعا زي اي زوجة مصرية، وماله يا حبيبي، خد الشبكة وراح خطب بيها مين؟ ميرفت أمين. وبعد كده اتفاجئت هدى رمزي ان مصطفى البليدي اتجوز ميرفت أمين. مش بس كده، ده قدم لها الشبكة اللي كان جايبها لها كمان، لكنها زعلت على حاجة واحدة بس، انها كانت متجوزة راجل زي ده. وحقيقة ان هدى وميرفت كانوا ضراير ما حصلش، لان هدى هي كانت الزوجة الاولى، وبعد ما طلقها اتجوز ميرفت أمين، وبعد كده هرب بسبب القروض اللي كانت عليه. وشوفوا حلقة ميرفت أمين هسيبها لكم في صندوق الوصف. اما الجوازة الخامسة للفنانة هدى رمزي فكانت من شخص اسمه محمد عيسى، وبرضو الجواز ده ما استمرش كتير، وحصل فيه مشاكل وغيرة وحاجات كتيرة جدا. علشان كده كانت زعلانة جدا ان مفيش جوازة بتستمر ليها، علشان كده قررت انها تتأنى جدا في اختيار شريك حياتها، وفعلا قعدت فترة على بال ما اتجوزت تاني. وهدى رمزي قررت انها تبتعد عن الفن تماما وتتفرغ لتربية ابنها، وفتحت محل ورد، وعزمت كتير من الفنانين علشان يحضروا الافتتاح.
واما جه شريف عبد المنعم لقاها كانت لابسه ابيض في وسط الزهور، وحس ان هو دخل الجنه وكان فرحان بيها جدا. وقال لها هو انت متجوزه؟ قالت له لا. قال لها خلاص يبقى انا حجزتك ولازم نتجوز. وفعلا بعد فتره قصيره جدا اتجوزوا، لكن ما قعدوش مع بعض اكتر من 8 شهور وتم الطلاق. وبعد جوازها الأخير ما ظهرتش خالص في وسائل الإعلام، وحاولت بكافة الطرق إنها تختفي تماما، لكن كانت بتظهر مع شريف رمزي الممثل اللي هو يبقى ابن أخوها. ورغم إنها كبرت في السن لكنها ما زالت جميلة، وعمرها ما هتروح من أذهاننا بأعمالها اللي عملتها. هنتكلم عن أهم أفلامها وأهم مسلسلاتها. عملت أفلام كتير ناجحة جدا وكان لها صدى وبصمة عند جمهورها، وكان من أهم أفلامها حنفي الأبهة، العبقري والحب، المليونيرة الحافية مع صلاح ذو الفقار وهالة فؤاد. وكان فيلم جميل جدا للراحلة هالة فؤاد وصلاح ذو الفقار. وفيلم اغتصاب، وده كان بيناقش موضوع مهم جدا في الفترة دي وهي موضوع الاغتصاب، ونجحت فيه جدا وقدرت تثبت للكل انها ممثلة، رغم انها كانت مع عمالقة زي فاروق الفيشاوي ونجاح الموجي. والفيلم ده اثبت جدارتها فعلا وانها ممثلة قديرة جدا. يا ريت تشوفوا الفيلم ده، كان له هدف وقصة وكان جميل جدا. وكمان بئر الخيانة مع العبقري نور الشريف، وجري الوحوش، وانقذوا هذه العائلة، وعصر الذئاب، ومع سبق الإصرار، وامرأتان. بصراحة كل أفلام هدى رمزي كانت جميلة وممتعة. ومن أهم مسلسلاتها الزوجة تعرف أكتر. المسلسل ده يا جماعة كان مكسر الدنيا وكان فيه أبطال حلوين جدا. سناء يونس، بصوا المسلسل ده ما تبطلوش فيه ضحك، يا ريت تشوفوه، هو من الزمن القديم بس بجد بجد كان تحفة. على فكرة البطلة الأساسية في الزوجة تعرف أكتر كانت ميرفت أمين. ومسلسل أحلام الفتى الطائر، والحب وأشياء أخرى، وبنت الأيام، والسماء والخريف، والنساء يعترفن سرا، وعلي الزيبق، وبلاغ النائب العام. وده كان جزء من حياة الفنانة الهادية والرقيقة هدى رمزي. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وياريت تكتبولي في الكومنتات ايه اكتر فيلم او مسلسل حبتوه للنجمة الجميلة هدى رمزي. انا عن نفسي بحب كل اعمالها، وخصوصا بئر الخيانة مع نور الشريف كانت جميلة جدا فيه، ومسلسل علي الزيبق جميل جدا مع فاروق الفيشاوي. اما بقى الزوجة تعرف اكتر ده بقى كانت فيه تحفة، يا ريت تشوفوه. وبشكركم جدا على متابعتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك.